السلام عليكم. اليوم راح ندير لي تارتولات خفاف وبنان ويشهوا كل المناسبات. جات النجاحات سيزيام بيام الباك. هاني نشوفوا مع بعضنا الوصفه. هنا في المقادير عندي 125 غرام زبده بحراره المطبخ، و2 ملاعق كبار سكر كلاسي اي سكر بودره، وملعقه صغيره فانيلا، و2 ملاعق كبار زيت. نحك مليح هذه الزبده مع السكر مع الزيت حتى نتحصل على خليط كريمي، يعني تتمزج كل المكونات هذه. ونبدا نضيف الفرينه بشويه حتى نتحصل على عجينه طريه. هذه العجينه ما نديروش فيها الخميره الكيميائيه، ونبدا نشكل فيها عادي، ما نخليهاش ترتاح. يعني تحبي تخليها ترتاح 5 دقائق ما بين يعني واحد نظف البلون دو طرافاي. ونجيب هنا الصينيه تاعي ونحط العجينه في الوسط ونطلع ونحي زوائد حتى نتحصل على عجينه تكون مش رقيقه ياسر ومش خشينه. كامل القوالب تاعي كيما هكا، تحبي ديريهم اوفال ولا مدورين كل واحد وما الذوق تاعو. وعندي الفرن هنا ساخن على 180 درجه. ندخلهم الفرن على في الرف الوسطاني. كي يحمروا الجوانب نشعلها من فوق نحمرها شويه، ونكون قد ثقبتهم قبل ما ندخلهم الفرن باش ما يتنفخوش. يعني وصفه جد سهله واقتصاديه، يعني جايين المناسبات النجاحات جاي ان شاء الله الباك والبيام، يعني ملاحة انك تقدمها في الحفلات تاعهم. المهم كمل الحبات تاعي كامل هكا وندخلهم يطيبوا، ثم نلتقي فيما بعد. هناك كملت كامل الحبات تاعي حطيتهم في البلا بعد ندخلهم الفرن، وثقبتهم هكا بالفرشات وندخلهم يطيبوا كما قلت على 180 درجه. كي يحمروا الجوانب نشعلها من الفوق تحمر شويه ونحيها. هنا نروحوا للكريمه. عندي بيضه كامله و2 ملاعق سكر حبيبات وملعقه كبيره نشاء، نضيف لها شويه من الحليب. نخلط كل شويه بارد في بارد حتى يذوب هذاك النشاء ما يديرليش كريات هكا. ونحطو على نار هادئه ونضيف هذاك الحليب اللي بقالي ونبقى نحرك حتى نتحصل على كريمه. نحطها على نار هادئه ونخلطها مع التحريك المستمر هكا بفوي ولا مغرف ملعقه. نحطها على نار قليله مع التحريك المستمر حتى ندير فقاعات. نحاها من على النار ونضيف لها ملعقه فاني وملعقه زبده ونفرخها في وعاء اخر، نغطاها متلامسه بالكيس بلاستيكي ونخليها حتى تبرد لي تماما. ثم نعود نكمل الخطوه الثانيه من هذه الكريمه. هنا القاعده تاع الكيك تاعي بعد ما طابت او لي فون دو طاغت شوفوا جاو حموره جاو يهبلوا جاو ما شاء الله. هنا الكريمه تاعي ما راح لي المقطع الثاني تاع الكريمه، رحت طلعت كأس من بودرة الشانتي مع كأس من الحليب البارد عفوا، ثم اضفته لهذيك الكريمه بعد ما بردت لي. طلعتهم بالباتر بعديك حطيتها في لابوشادوي هكايا وبديت نفرغ فيهم في القوالب نعمرهم كامل. هنا كل واحده واحتياجاتها، تحتاجي 4 تحتاجي 3 انتي وش حابه، والباقي تخبيهم تحطيهم في بورتمانجي وتخبيهم وقت الاستخدام تحبي تجبديهم. وزينت الوجه بالحبات من الفراز، وهذه هي سهله ماهله. تحبي تطي هذوك الفراز باللاجولي وتقدميها. جات يعني عفوا جات ما شاء الله، يعني تارتولات تقدميهم وحمري بهم وجهك في حفلات البيام والسيزيام وحتى في الاعراس. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ان شاء الله تشتركوا في قناتي وتعملوا لي لايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. الى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم.